السلام عليكم. طبعا احنا قناة إعلامية اسمها قناة الجمال، نرحبوا بك بها. أول شيء نبوك تعرف بنفسك قبل كل شيء. أنا اسمي محمود بن نور علي الفيلالي من منطقة زلطن. تشرفنا بك. وأخو أو شقيق ناجي أبو النور علي الفيلالي اللي مختطف من قبل ميليشيات زوارة اللي تم اختطافها يوم لا إله إلا الله محمد رسول الله 30/11/2012 من منزله الساعة حوالي 5 صباحا من قبل هؤلاء الميليشيا. نسألك باهي معلش، شنو سبب الاختطاف؟ يعني هل في مشاكل مسبقة ما بينه هو وما بين الناس اللي في زوارة؟ شنو السبب؟ يعني خلينا ناخذ القصة من أولها زي ما يقول. والله أنا بالنسبة لي أنا شخصيا لا أعرف شنو المشاكل ولا عندي أي معلومة بالمشاكل إن كانت موجودة أو ما كانتش موجودة. باهي طبعا احنا شفنا الفيديو اللي منشور في بعض الصفحات، واللي يدل على عدم الإنسانية عند هؤلاء الناس وعدم الأخلاقية، واللي مش حترضى به الدولة الليبية إن شاء الله وحتقتص منهم. لكن في بعض الناس كذبوا وقالوا بعض الصفحات في الانترنت، صفحات مشهورة زي المنارة الإعلامية، في قنوات إعلامية أيضا زي قناة ليبيا الأحرار، قالوا أن هذا الفيديو اللي نشوفه فيها واللي يعرضوا فيه هذا لشخص آخر تم احتجازه من قبل الكتائب في السابق وهم اللي عذبوه، وان الشخص هذا مش محتجز في الفتره هذه ما بعد انتهاء ثوره 17 فبراير. بالنسبه لي شقيقي المدعو ناجي موجود في منطقه اسمها الفرناج، وبالتحديد في كتيبه تامين طرابلس عند سريه اسمها سريه الاسير. كيف وصل هو للسريه هذه؟ السريه هذه عندما اختطف شقيقي في ذلك اليوم اللي أنا ذكرته من الساعة 7 أو من الساعة 6 بعد وصوله إلى منطقة زوارة من قبل هؤلاء المجموعة، تم احتجازه في حوش حسب الروايات اللي وصلت عندنا والمعلومات إن هذا الحوش يملك واحد اسمه وسام الفنطازي. وعندما احتجز في ذلك في هذا المنزل قعد إلى حوالي الساعة تقريبا 6 أو الساعة 7 مساء وهو في هذا المنزل. يعني نقولوا احنا في مرحلة التعذيب. والأفعال اللي وقعت إلى شقيقي اللي موجودة وموثقة في نشر الفيديو ليست افتراء وليست بما يرونه هم ويقولوا ان هذه في أفعال في عهد سابق. أولا بالنسبة لنشر الفيديو معروض بتاريخ نفس اليوم، هذه بالدرجة الأولى. وبالدرجة الثانية إن أخي موجود عندهم، بإمكان الجهات المسؤولة في الدولة الليبية سواء كانت منظمات حقوقية أو أجهزة قضائية أو كتائب معترف بها قبل الدولة من قبل الدولة أن يمشوا لشقيقي ويأخذوه ويعرضوه على الطبيب الشرعي. إذا كان هذه الأفعال سبقت لأخي من العهد السابق فليحددها الطبيب الشرعي. هذه خير دليل على أقوالهم إن كانت صادقة، هم حسب ما يرون في هذا الكلام ويقولوا، وإن كانت غير صادقة الطبيب الشرعي يحدد الأفعال اللي وقعت لشقيقي بالتاريخ وباليوم وبالساعة وبالدقيقة. وإحنا ما جبناش أشياء مننا، نزل على الفيسبوك من مواقعهم هم باهي ولا أيوة، ويتحدد عن طريق الطبيب الشرعي. وإحنا إن كان أخينا هذا من أفعال
العهد السابق تبان، وإذا كان هي من أفعالهم هم تبان. وبعدين أخي يلقوا معه مقابلة ويقول لهم هو بنفسه يحكي معهم، موجود كل شيء. نبي نسألوك، هل قابلتم مثلا شخصيات مسؤولة في الدولة الليبية؟ نعم، قابلنا مسؤولة في الدولة الليبية. تقابلنا مع الدكتور محمد المقريف. كيف تم مقابلته محمد المقريف؟ من قبل أحد نواب المنطقة الغربية، وحدد لنا معاه يوم ومشينا وتقابلنا معاه وعرضنا عليه المقطع، وعندنا فتح المقطع وشافه، دار ايده على وجهه وقعد اكثر من 5 دقائق وهو حسبنا الله ونعم الوكيل، الى غاية ما انتهى المقطع ما استطاعش ان يشوفه. الدكتور محمد المقريف اخذ اسم الولد والبيانات عليه، وطلعنا طبعا خلينا الربط بين الاخ عضو المؤتمر الوطني والدكتور محمد المقريف، الربط يكون بيناتهم، واحنا طبعا توصلنا للمعلومات ان كان في جديد في هذا الموضوع. حاليا هو متواجد وسامحني، وطلعنا من الدكتور محمد ومشينا الى السيد النائب العام في مجمع المحاكم، وتقابلنا معاه مباشرة وعرضنا له المذكرة وقدمنا له الدسكة اللي موجود فيها ومعروض فيها المقطع هذا، وأشر عليها السيد النائب العام وقال لنا بعد يومين تراجعوني وحنقول لكم إن كان بإمكاننا نحن الوصول إليه، وإن كان ما بإمكانناش نوجهوا الخطاب إلى وزارة الداخلية اللي تقوم باللزم. حاليا هو قلت متواجد في أحد السرايا ولا واحد موجود في منطقة اسمها السراج. استغفر الله، في منطقة اسمها الفرناج. يعني المهم الدولة وعدتكم ان هي حتقتص من الناس هذا اللي عاقبوه، وان هي حتقوم يعني باستلامه وتسليمه ليكم بإذن الله يعني. والله الدولة احنا عرضنا عليها المطلوب، والاتصال بيننا وبين عضو المؤتمر اللي احنا حددنا الموعد مع الدكتور محمد المقريف، واحنا خلينا الامر متروك لان العضو المؤتمر يمثل موضوع الولد. يعني انتم اوكلتوا الدولة الليبية تاخذ لكم حقكم؟ احنا اوكلنا الدولة الليبية تحت نطاق القانون. اوكلنا الدولة الليبية، ولكن نطلب من الدولة الليبية ان تفك قيد هذا الرجل من قبضة هؤلاء المجموعة وإحالته إلى أي جهة معترف بها قانونا. وإحنا إذا كان ولدنا مرتكب جرم نحن ما عندناش ما يمنع في مقاضاة ابننا قانونا، وفي نفس الوقت نحن نطالب بحق ابننا فيما قامت به هذه المجموعات من أفعال لا تليق وتسيء في نفس الوقت بالدولة الليبية وبثورة 17 فبراير. وهؤلاء لا يمثلون ثورة 17 فبراير، لأن ثورة 17 فبراير قامت من أجل الظلم، وقامت من أجل الطغيان، وقامت من أجل الأفعال اللي ما أعتقدش أنها اسمها. نحن إذا كان هذه المجموعات قاعدة تتستر تحت طية 17 فبراير فمعنى ذلك شيء يسيء بهذا. كلمة توجهها للإعلام المأزور الآن اللي يحاول يبث أن الحادثة هذه حادثة قديمة وليست موجودة، شو تقول له؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من إن هو يبرر هذه الأفعال. أنا سبقت وأن ذكرتها، قلت لكم إذا كان الولد أو هذا الرجل إن هذه الأفعال قامت في العهد السابق، نحن نطلب من الدولة الليبية أن تفك قيد أسر هذا الولد ونقله إلى الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي خير دليل على ما فعلته هذه المجموعة. يعني أنت تكذب جميع القنوات اللي تقول إن الفيديو مش لي هو. نعم، وإن هذه الأفعال مش من أفعال الناس اللي خطفاتها، وإنه هو مخطوف حاليا يعني مش من زمان. أنت تكذب جميع الأقاويل هذه اللي تقول إن الفيديو قديم وغيره. أنا نكذب هذه الأقاويل اللي تصادر من جميع القنوات
اللي توا الآن تفبرك